يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض زرب بدون حفرة ولا فرن، بس على طريقتي. بس قبل هيك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بنحتاج للوصفة دجاج. هلا على الدجاج رح احط معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، ومعلقة صغيرة من الملح، والملح بيرجع لكم حسب الرغبة. هلا رح اجيب طنجرة واحط الدجاج جواتها، واحط كل التوابل يلي قلت لكم اياها على الدجاج بهذا الشكل. وهلأ رح أضيف فوقيهم معلقتين من رب البندورة، وهلأ رح أضيف معلقتين من زيت القلي أو زيت الذرة، ورح أحط مي حتى أغطي الدجاج، المي السخنة، ورح أحطه على الغاز لحتى يستوي. هلأ بجيب طنجرة تانية، بحتاج بطاطا مقطع بهذا الشكل، جزر مقطع بهذا الشكل، ونفس التوابل يلي حطيتهم على الدجاج، بس رح أحط هون ربع معلقة مو معلقة كاملة، وفلفل أخضر. هلأ هون ربع معلقة صغيرة طبعا مو معلقة كبيرة، وراح أضيف عليهم المي السخنة وراح أحطهم على الغاز حتى يستووا. هون بلش الدجاج عندي يستوي. هلأ بحتاج رز بسمتي وبنقعه. هون بلشت البطاطا تستوي وطفيتها. هلأ رح أطلع الدجاج بعد ما استوى من الطنجرة تاعته وأحطه بصدر أو أي صينية متوفرة عندي، رح أحطه بهذا الشكل. وعشان أعطي لون حلو للدجاج رح أحط معلقتين من البابريكا وعليهم معلقتين من زيت القلي أو زيت الذرة، ورح أحطهم على وجه الدجاج. طبعا هاي الطبخة أساسها بالنسبة إلي البابريكا. وبعد ما حطيت عليه البابريكا راح أحط جنبه البطاطا والجزر وأحمرهم. طبعا هون البطاطا أنا تأكدت إنها استوت والجزر استوى، بس راح أحطه تحمير بفحم وأحطه على الغاز بهذا الشكل. هلأ للرز بنستخدم معلقتين من الملح، وبنصفي المي تاعت الدجاج وراح نحطها فوق الرز. ما بحط أي بهارات تانية، بس ملح. وهلأ بعد ما طلعته، طبعا إذا أنتم ما بتحبوا تحمروه ما تحمروه عادي مثل ما بدكم. هلأ رح أحط عليه قصدير بهذا الشكل. رح أعمل هيك وساع شوي يجي من نص الصدر حتى أحط فيه فنجان، وأحط جوا هذا الفنجان الفحمتين يلي حطيتهم قبل شوي على الغاز. وهلأ رح أحط عليهم معلقتين من زيت القلي البارد، ورح أغطيه بشكل كامل. هلأ بالنسبة لاستواء الرز، بعد ما استوى الرز رح أجيب معلقتين من البابريكا كبار ورح أحط عليهم معلقتين من زيت القلي وأخلطهم بهذا الشكل طبعا. ورح أعمل حفر بهذا الشكل وأحط البابريكا يلي عملتها جوا هاي الحفر، ورح أغطيهم بالرز مثل هيك. طبعا شوفوا ما شاء الله الرز مفلفل معاي اليوم. هلأ نفس الشي رح أجيب فنجان وأحط فيه فحم، ورح أحط معلقتين من زيت القلي وأغطي الطنجرة. صراحة هون الريحة بتكون بتشهي، بتعبي المطبخ كلياته. هلا رح أشيل الفنجان ورح أبلش بالتقديم. وهون حبيت أفتح لكم الدجاجة تشوفوا البياض تاعها من جوا ما شاء الله. وأنا حبيت أزين بلوز وزبيب.
وهيك بتكون وصفتنا خلصت معنا لليوم. صحتين وألف عافية على قلوبكم كلياتكم. فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. مع السلامة.